فخبر عاجل الآن: مقتل اللواء محمد عبد الكريم الغماري رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة اليمنية يهز اليمن ويشعل مواقع التواصل الاجتماعي. شهدت اليمن اليوم الخميس صدمة كبيرة بعد إعلان جماعة أنصار الله الحوثيين مقتل اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري رئيس هيئة أركان القوات المسلحة اليمنية نتيجة قصف في صنعاء. وفقا للبيان العسكري الصادر من الحوثيين، فإن الغماري استشهد متأثرا بجراحه التي أصيب بها، وأثار خبر مقتله موجة كبيرة من الحزن والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي في الشارع اليمني، إذ يعتبر الغماري أحد أبرز القادة العسكريين الذين قادوا جبهات في الحرب ضد التحالف العربي منذ بدايتها. واعتبر محللون أن مقتله يمثل ضربة موجعة للحوثيين، خاصة في ظل تصاعد التوتر الإقليمي. فمن هو محمد عبد الكريم الغماري؟ اللواء محمد عبد الكريم الغماري ولد في محافظة حجة شمال غرب اليمن، وكان من أوائل الضباط الذين انضموا إلى صفوف أنصار الله بعد اندلاع الحرب في 2015، وتدرج في المناصب العسكرية حيث تولى منصب رئيس هيئة الأركان العامة في القوات المسلحة التابعة لجماعة الحوثيين. كان يعرف بشخصيته الصارمة وانضباطه العسكري، كما عرف بقربه من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، مما جعله أحد أكثر القادة نفوذا داخل صفوفها. رحم الله الفقيد وألهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان. ولحد هنا كده الفيديو خلص. إلى اللقاء، فيديو جديد وخبر جديد.